السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالى النهاردة كده أنا أوريكم ازاي بنسلق الكرنب الطلب مني، وازاي تختار الكرنبة الحلوة معاكي الصبحة اللي تكون زي ما انت شايفة ورقتها كده. بس قبل أي حاجة برحب بضيوف الجداد وبقول لهم نورتوني، ويا رب أكون عند حسن ظنكم دايما. حبايبي طبعا الجداد، بحبكم في الله، ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وبين ايديكم. تعالوا كده النهارده نعمل الكرنب ده. الكرنب البلدي يا جماعه كتر، طبعا بيكتر جدا في الشتاء، ونختار الكرنبه اللي تكون حلوه ومدوره زي ما انت شايفه كده، ورقتها كبيره، وما تكونش كبسه وما تكونش فاضيه. يعني ما تكونش ما تخبطي بايدك عليها، ما تكونش بتدي الصوت اللي هو ان خلاص ان مليانه ورق لدرجه مش عارفه تفرسي يعني تفصصيها من بعضها. وفي نفس الوقت ما تكونش فاضية، علشان خاطر برضو تعمل معاكي حبة ورق كويسين زي ما انت شايفة كده. وتكون اللي لونها اخضر وتكون ورقتها رقيقة. ايوه كده، يعني يكون لونها اخضر، اللي هو الاخضر الفاتح ده زي ما انت شايفة في الصورة كده. ما تكونش الاخضر اللي هو الغامق قوي، لا اللي هو الاخضر ده الكرنبة. ويكون الورق العصاية اللي بتبقى في النص دي تكون ايه يعني كبيرة شوية، بتكون بلدي وبتكون مسكرة. ولما تيجي تعملي المحشي بتاعها بتبقى عايزة اقولك فوق الممتازة. حتى في السلق بتلاقيها حلوة جدا. انا بسلق الكرنب بمية وملح بس، ما بحطش ولا كمون ولا اي افتكاسات من التانية دي. اهي بتمسكي الكرنبة بتسلقيها، بتحطيها سليمة كده في الحلة. انا بسلقها كده واحطها سليمة في الحلة، لاني انا بعرف اعملها ما شاء الله، بتبقى طالعة معايا ورقة ورقة كده زي الفل، زي ما هتشوفيها كده معانا. ممكن انتي تعملي الورق بتاعها ورقة ورقة كده وتسلقيها، بس انا بحس بتتكسر معايا وبتتبهدل، فانا بسلقها كده وبتطلع معايا زي ما شاء الله زي العسل. بتحطيها كده وبتقلبي الجناب. هي ما شاء الله كانت الكرنبة كبيرة، والحلة كانت ما شاء الله برضو كبيرة، بس كانت الكرنبة اكبر. فلو عندك حلة مقاس اكبر يا ريت تبقى مقاس الحلة اكبر من الكرنباية اللي معاكي. اهي كتر طبعا الفترة ديت، والمحشي ما يعني انا عايزة اقولك طول الشتاء احنا بنحب المحشي، طول السنة، بس في الشتاء اكتر. اول بقى بصي انا ما فصلتش من اول ما حطيتها في المية لحد لما قلبتها زي ما انت شايفة كده. وخلي بالك جدا جدا من المية علشان خاطر بتبقى سخنة، ولما تيجي تسقطي الكرنبة في المية ما تكونش المية بتغلي، تكون زي ما انت شايفة كده يا دوب عملت زي بخار كده معاكي. اهي وما شاء الله بصي كرنب الشتاء يا جماعة بمجرد ما بيشم المية السخنة خلاص هو اتسلق. واللي تعرفي اتسلقت ازاي بتدوسي عليها كده بصبعك. بصي الكرنبة ما شاء الله شفافة وجميلة ازاي. اهي واوعي تتهري معاكي، عشان كرنب الشتاء منه بيبقى مروي مية كتير ما شاء الله، فبيتهري معاكي بسرعة لو سبتيه في المية. اهي بصي ما شاء الله الورق اللهم بارك قد ايه. تمسكي بالمعلقه كده ترفعي وتحاولي ترفعيها كده معاكي، مش هتتقطع وتبقى طالعه معاكي زي العسل زي ما انت شايفه كده. اهي نسحب كده واحده واحده أو يعني بصي الورقه دي ما شاء الله. بصي الورقه اللي هي المخضره شويه دي بتبقى سكر كده في الاكل. طبعا ابويا رحمه الله عليه، ربنا يا رب يكرم منزلته في الجنه، بالله عليكم قولوا امين، كان دايما بيحب الورقة الخضرة دي، وكنا لازم نعمل له سطر او اتنين في الحلة بالورقة الخضرة دي. لذلك انا حاليا بعملها لولادي نفس الموضوع، اقول لهم كان جدكم بيحبها واخليهم يقرأوا الفاتحة لي طبعا. معلش خرجتكم عن الموضوع. بتطلعي بقى الكرنباية كده اهي ورقة ورقة كده يا جماعة. وبصي ما شاء الله ولا ورقة اتهرت مننا ولا ورقة طلعت ما شاء الله. بصي دول الورقتين دول فيهم دي اللي هنقطعها، والورقة الخضراء خالص دي بنفرشها كده زي فرشة كده في قاع الحلة من تحت. اهي وبصي ما شاء الله الكرنب بتاعك اتسلق وعامل ازاي، مفيش واحدة اتهرت مننا. بس اسلقيها زي ما بقولك كده هيعجبك جدا جدا، ومش هيتهري معاكي ما شاء الله. تعالي كمان كده نقطعه بطريقة حلوة وسهلة، وان شاء الله لو معاكي 10 كرنبات هتقطعيهم برضو بالطريقة دي. احنا كنا زمان بنقطعه تقطيعة، ودلوقتي يا جماعة بنقطعه تقطيعة تانية خالص.
يعني احنا اتربينا على اننا بنمسكها في ايدينا كده بالسكينه. هوريكم برضو في اخر الفيديو التقطيعه اللي هي بتاعتنا المعتاده بتاعت زمان، وهقول لكم برضو على الطريقه اللي هي السهله البسيطه اللي بتقدري تعملي تنجزي في وقتك، وخصوصي احنا في فتره دراسه. ربنا يا رب يحافظ لنا عليهم ويبارك لنا في اولادنا واولادكم، اللهم امين. فالوقت بصراحه يعني ما بيكفيش، فبنحاول نعمل اي حاجه باسرع وقت. بنجيب كده العود بتاعها ده او العصايه بتاعتها اللي في النص دي، العرق الكبير ده بنمسكه نقطعه. دي هوريكي كذا تقطيعه معانا، والتقطيعه اللي تعجبك وتستريحي فيها ممكن تقطعيها. تقطعي كده الحته اللي في النص اللي هي التخينه دي اهي، وتيجي مقطعاها على حسب، تحطي 4 صوابع كده وتعمل الورقه قدهم اهو، وتسويهم بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتنجز معاكي في التقطيع وهتبقى ما شاء الله زي العسل اهو، على قد ال4 صوابع بالظبط طول، وبال4 صوابع بالظبط عرض، وهتقطعيهم. وبصي ما شاء الله الورقه ما خدتش معانا اي مجهود خالص ولا اي وقت اهو. تعالي كده نقطع. وكمان الورق بتاعك طالما سلقتهوش وهرتيه في السلق، فبتقدري طبعا تعملي الكرنبايه ما يهدرش منك ورق خالص. طبعا احنا عايزين نعمل كل حاجة كده، ما نرميش اي حاجة وما نهدرش في الاكل بتاعنا يا جماعة، علشان خاطر هنتحاسب عليه. هو مش بخل يا جماعة ولا حاجة، لا طبعا والله، بس هنتحاسب على الحاجة اللي احنا بنرميها دي، علشان احنا اولادنا اولى باي حاجة من اللي احنا هنعملها دي اهو. وادي برضو تقطيعة كده معاكي 4 صوابع، تقيسي ال4 صوابع كده وتيجي نازلة بالسكينة، وبرضو 4 صوابع طول و4 صوابع عرض. طبعا ممكن تقطعي اكتر ممكن تقطعي اقل، بس هي دي خير الامور الوسط اهي يا جماعة. الورقة طبعا اللي في الجنب دي بتتقطع 2، يعني دي بتقسميها ل2 اهي. ما شاء الله اللهم بارك. هقسمها معاكي دلوقتي، وممكن تسيبيها برضو كده براحتك، بس انا بحب الصبع كده يبقى صغير كده وجميل اهو. شايفة اتلفت معانا وبقت زي الفل اهي. انت تقدري بقى تقطعي التقطيعة اللي انت عايزاها. طبعا السكاكين بتاعتي بعافية شوية ما شاء الله عليهم، ما فيش ولا سكين، يعني كلهم عايزين يترموا مش عارفين يقطعوا كويس اهو. بصي الورقة، عشان بقولك اختاري الورقة اللي تكون رقيقة كده في الكرنب علشان خاطر تبقى حلوة معاكي. بصي شفافة وجميلة ازاي اهو، زي ما بقولك كده 4 صوابع بالظبط، وتقطعي 4 صوابع وتقطعي بصوابع ايديكي، بيبقى الصابع مناسب جدا جدا وحلو قوي. بصي الورقة ما شاء الله اللهم بارك. وحاولي وانتي بتقطعي في الورق ما تهدريش خالص الورق معاكي. بنمسك الكمية بقى اللي عندنا كلها بنقطعها بالشكل ده. طبعا معانا بقى كده التقطيعة اللي هي القديمة بتاعتنا، اللي هي التقليدية خالص بتاعت امهاتنا، ربنا يبارك في عمرهم يا رب اهم. دي كده التقطيعة اللي احنا طلعنا لقيناهم بيقطعوها كده. بتقطعي بقى واحدة واحدة وتفضلي تعملي صابع صابع ومش عارفة ايه، ما فاهمة. فبيبقى ايه وقت، وياخد منك وقت ومجهود بصراحة. وزي ما قلت لكم عشان اولادنا في مدارس وكده، فالوقت بيخش علينا، ولازم تكوني عامله اكلك على الغدا، علشان عيلك يجي من بره بيبقى جاي مرهق وتعبان وصاحي من الساعه 6، فلازم يجي يلاقي اكل يا جماعه في البيت. معلش تعالي على نفسك شويه، ما تناميش اليوم اللي هتعملي فيه الاكل، نامي بعد هم ربنا ما يحميهم ويجوا من المدارس اهو. حاولي تعملي اكلك كده اول ما ولادك يجوا. كنا زمان يا جماعه بندخل من بره من المدارس بتاعتنا على ريحة الأكل بتاع أمنا مهما كان الأكل. أقسم بالله المحشي بتاع أمي ده كان بيجيب آخر الشارع، ربنا يبارك في عمرها يا رب ويطعمها من طعام الجنة، هي وأبويا وأمكم وأمهاتكم وأبهاتكم، اللهم أمين أهو. دي تقطيعة برضو كده من التقطيعة اللي هي بصي يعني بتفكرك بكل حاجة حلوة. بتقطعيه بقى كل الكميه بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو. وحاولي زي ما قلتلك ما تهدريش الورق معاكي خالص. في ورقه اتقطعت منك حاولي تحطيها على التانية، وتعملي برضو يعني حته صغيره تحطيها على الحته اللي اتقطعت، وبتلف الصبع معاكي وبيبقى زي العسل. وخلي بالك المحشي ده من الاكلات الحلوه جدا جدا للاولاد. يعني انا اولادي يعني ربنا يحميهم مالهمش في قصه الخضار والطبيخ والرز والحاجات دي، لا طبعا. دي تقطيعة كمان اهي برضو، تقدري تقطعيها زي ما انت عايزة اهي.
معلش هي السكينة بتاعتي بس زي ما قلت لكم ما شاء الله عايزين يترموا كلهم، فمش عارفة اتعامل معاها كويس اهي. في ثواني بتكوني عاملة الكرنباية معاكي بقى من غير وقت ومن غير مجهود، يعني على ما تقطعيها بتكوني سبكتي، بتلفي على طول المحشي او بتحشيه على طول. اللهم لك الحمد، ما بياخدش اي وقت خالص ولا اي مجهود. طبعا اي ورقة معاكي زي ما قلتلك ما تهدريش منها خالص. بصي، ودي تقدري برضو كده اهي تقطعي بايدك كده اهي. دي التقطيعة اللي كنا متربيين عليها. ده كان المحشي وده كانت الكرنب وتقطيعه. فيا رب يكون الوصفة عجبتكم، ما تنسونيش بالله عليكم في دعوة حلوة وليكم أضعاف أضعافها، ورب تدعوا لأبويا بالرحمة كده والمغفرة يا رب، وكل أب توفى ربنا يرحمه ويسامحه ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. وما تنسوش يا جماعة العادات اللي انت طلعتوا عليها طلعوا عيالكم عليها، الأخلاق، الأكل، كل حاجة ما تنسوش، ما تقولوش هنعمل زي حد، لا، اطلعوا كده طلعوا عيالكم حاجة كويسة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يجعلهم لنا من الصالحين ويجعلهم بارين بينا، اللهم آمين. وما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة وفعلوا زرار الجرس على الكل، علشان كل لما انزل وصفة ينزل لك كل جديد. دي كده طريقة المحشي بتاعتنا، واشوفكم على خير، سلام عليكم.